بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على سؤال احتار فيه العلماء، اللي هو هل يشعر المتوفي باللي حواليه أثناء الاحتضار أو بعد الوفاة؟ الحقيقة العلم بيجاوب في المنطقة دي إن أثناء الاحتضار بيبقى في مركز الإبصار في نشاط غريب في مركز الإبصار. فهل فعلا وده يفسر سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، إن في حاجات الميت بيشوفها محدش دريان بيها غيره. سبحان الله، حتى بعد الوفاة بتحس إن في مركز السمع أو مركز الإبصار هل يعني بيبقوا في نشاط المركز. طبعا المخ المراكز الحركة اللي بتموت، لكن مركز المخ ومراكز الإبصار والسمع بيفضلوا موجودين، بس ما بيقدرش يحرك أي حاجة. فهل هو بيشعر بقى، بيبقى سامع محبيه وبيبقى شايفهم؟ لو حتى عينه مفتوحة بيبقى فعلا كمان شايفهم. فدي حاجة حيرت العلماء سبحان الله. يعني برغم ان الوفاة بتحصل، لكن مركز الابصار ومركز السمع بيبقى فيهم نشاط شديد. الحقيقة الموت فيه عجائب كتير جدا، وكل واحد اكيد مننا فقد محبين ليه. فالعلم دايما كان مهتم وبيقيس الحاجات دي عشان يبدأ يفك بعض ألغاز الموت. الحقيقة ان الموت والحياة فيهم ألغاز معقدة كتير جدا ما اكتشفهاش البني آدم. نتمنى للجميع صحة جيدة ونتمنى للجميع حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله.